النهارده رحنا هولمز فرع سيتي سنتر. بقالي كتير قوي ما اكلتش برجر وكان نفسي اكل برجر. طبعا من اكتر الاماكن اللي بنحب ناكل فيها برجر هو هولمز. طلبنا بقى المنيو، كان في حاجات كتيره جدا، كان في بقى ابيتايزرز، وكمان عايزه اقول لكم ان هم عاملين وجبات للاطفال. طلبنا بقى ايه من اكتر تو ساندويتشز احنا بنحبهم. طلبنا اللي تشيزي مشروم، وطلبنا ساندويتش جراند با. بدأت بقى بالساندوتش الجراند با. تعالوا بقى اوريكم شكله عامل ازاي. بصوا، اول حاجة هو بيبقى فيه كده شريحة برجر، وفيه موتزاريلا ستيكس، ودي اكتر حاجة بتميز الجراند با. وفيه خيار مخلل، وفيه بصل مكرمل، وفيه جبنة تشيدر. احلى حاجة فيه ان هو كان باظظ من كل حتة كده، وكان غرقان جبنة. كان طعمه الصراحة تحفة، بس كان ناقصه ان هو يبقى سخن. الاكل ما كانش سخن قوي، وكمان حجمه ما بقاش زي الاول. بس هو كساندويتش توتال طعمه كان خطير خطير خطير، بجد تحفة. عايزاكم ان انتوا لازم اما تروحوا تجربوه. تاني ساندويتش بقى طلبناه هو ساندويتش اللي تشيزي مشروم. تعالوا بقى اوريكم هو عبارة عن ايه. طبعا فيه شريحة برجر، وطبعا كان غرقان بصوص الرانش والمشروم والخيار المخلل والبصل المكرمل. ده بقى ماي فيفورت ساندويتش. انا شخصية بعشق المشروم، وطبعا بعشق الجبنة، فلكوا بقى ان تتخيلوا ان الاتنين يتجمعوا في ساندويتش واحد. كان طعمه خطير، وكان طعمه تحفة، بس برضو نفس مشكلة الجراند با، ما كانش سخن وما كانش كبير زي الأول. بس هو كان طعمه الصراحة فظيع فظيع فظيع. وانا كل ما بروح هولمز لازم اطلب الساندوتش ده. تعالوا اوريكم بقى الابيتايزر اللي احنا طلبناه. طلبنا جاليبينو تشيدر ستيكس. بصراحة كان طعمها حلو قوي قوي قوي. اي حد بيحب الحاجة السبايسي يحبها جدا، وكمان كانوا منزلين معاها صوص كده. كان طعمه الصراحة خطير. وعايزه اقول لكم على حاجه، احلى حاجه في هولمز ان هو طبعا مش مقاطعه، تقدروا ان انتوا يعني تطلبوا منه في اي حاجه. وكمان البيبسي اللي كانوا منزلينها او كانت كولا يعني، برضو ما كانتش مقاطعه، وكان طعمها الصراحه حلو. طبعا بقى الفرايز بتاعتهم مميزه جدا، حلوه قوي. انا طلبت اللي هي الكلاسيك اللي هي العاديه، كان طعمها حلو. طبعا في منها الجبنه، وفي منها كمان ممكن تضيفوا عليها جبنه وجاليبينو. وهنا بقى كتبت لهم الفيدباك بتاعي ان الاكل ما كانش سخن. باي باي.